السلام عليكم. كيف الحال والأحوال؟ معكم أماني من قناة أماني ديليز. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال يا ربي. جاتني غريبة راسي وأنا كنقول هاد الانترو من زمان والله. المهم ما عرفتش تلمو عندي الهضره في راسي، ما عرفتش منين نبداها، ولكن المهم انا غادي نهضر بدون سابق زعما تحضير، بدون ورقه، بدون حتى شي حاجه. هذا الفيديو هو فيديو العوده، غنسميوه فيديو العوده. كيف ما جا غادي يكون عفوي لاقصى درجه. غادي نحاول نشرح لكم شويه علاش غبت، فين غبت. المهم هو انه هذا الفيديو من زمان، من كنت شنو غنقول لكم، اكثر من عامين دابا وانا كنقول خاصني نرجع، ولكن ما كتابش. سبحان الله، كل مره وكتجي شي حاجه اللي كتشدني. مع العلم انه كنت كنسجل، ماشي ما كنتش كنسجل، كنت كنسجل اشاك فوا كنبدا شي تسجيل. كنقول مثلا كتكون عندي عراضه، مثلا كنوض الصباح كنقول راه هاد العراضه نبدا نسجلها، ما تقدرش تعرف، يمكن تكون هذه هي فعل الخير عليا ونرجع لليوتيوب. كنبدا كنسجل، صافي كتجي شي حاجه طاك، صافي مشى التسجيل، مشى الفيديو. هاد المره سبحان الله ربي سخر. ما كنتش ضاربه الحساب نهائيا. ربي سخر في هذا الفيديو، ان شاء الله يكمل ويتحط ويتبارطاج معكم وتفرحوا العوده ديالي كما انا فرحت بزاف لهاد العوده. ان شاء الله تكون فعل الخير عليا وعليكم، ونتعاونوا على هذه القناه بجوج بينا باش نمشيو بها الى الامام. والله يدوم العشره. كنستنى منكم ان شاء الله بزاف ديال التشجيع وبزاف ديال الدعم، تدعموني تشجعوني باش نبقى ان شاء الله نحط. ما غادي نوعدكم حتى بشي حاجه، شفتوا هذيك الهضره ديال غنوعدكم بكل 3 ايام فيديو، بكل سيمانه فيديو، ما غنوعدكم حتى بشي حاجه نهائيا، غادي نخليها في يد الله. ولكن الوعد اللي نقدر نوعدو لكم هو انه غندير مجهود كبير، فريمون غندير مجهود ونحط الجهد ديالي كامل في هذه القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم، لانها عزيزه عندي. ربيتها بحال شي واحد من وليداتي، شويه بشويه حتى سهل فيها الله، جمعوا فيها ولاد الناس، بنات الناس. وبالمناسبه كنشكر بزاف البنات اللي سولوا فيا، اللي كانوا كيسولوا فيا، اللي كانوا كيتبعوني الانستغرام وكيصيفطوا لي ميساج: اماني فينك، اماني فين كنتي، اماني علاش غبرتي. مهم انا الصراحه اسباب كثيره، ولكن السبب الاول واللي خلاني وقفت هو انه ولدت ولدي مجد اخ العنقود، والحماله كانت جاتني صعيبه، مراها زياده، انتم عارفين 3 الوليدات في الغربه ماشي سهله، الحمد لله يا ربي وتبارك الله. صعيب شويه، فصافي قلت غنعطي الوقت لراسي، غنعطي الوقت نريكوبيري جهدي ونوقف على رجليا وداكشي كامل ونرجع. ولكن من هذه لهذه، من الحماله للولاده، من الولاده للرضاعه، من الرضاعه للتربيه، وهي غاديه وهي غاديه بحال هكا. ولكن دابا المهم رجوع جديد، وعندي بزاف ديال الافكار اللي كيطبخوا في دماغي، بزاف نتاع الحوايج اللي بغيت نجربهم في هذه القناه، وبغيت الراي ديالكم زعما بصراحه. شنو كتستناو من هذه القناه؟ شنو بغيتو تشوفوا فيها؟ واش نبقاو في المحتوى الاساسي والاول اللي بديت به، ولا نوع لكم مثلا فلوغات، مثلا خريجات مثلا؟ المهم كاين بزاف ديال الافكار في راسي اللي كتدور. فكيف كتشوفوا انا خليت ما غاديش نقول الوصفه ديال الكسكسو، لانه الكسكسو كلشي كيعرف يديرو، كل وحده والطريقه ديالها، ولكن راه كلشي واضح وباين. قلت غنخلي التحضيرات ديال الكسكسو كدور، وانا غادي نهضر هاد الهضره اللي بغيت نقولها. يعني ما بغيتش نجيو نبدا بوصفه غير هكا. قلت غادي نخلي التحضيرات نتاع الكسكسو كدور، ونقول هاد الهضره اللي في قلبي. والوصفه اللي غادي تجي من مور كسكسو هي الوصفه ديال شارلوت اللي غتبان لكم دابا. غنبدا بها، غنديرها. المهم ديجا هاد العشاء كيف شفتوا في المناسبه كنت درتو النهار اللي لعب المغرب، المهم النهار اللي تاهل فيه المغرب لدور الثمن، يعني ماشي الماتش الاخر، الماتش اللي قبله هو اللي درت فيه هاد العشاء. يعني كان هو عشاء التاهل الى دور الثمن. فقلت نديرو كسكسو كنجمعوا عليه، وكيف كتشوفوا حضرتو دغيا زربت عليه. المهم ان هذه الطريقه ديالي في الكسكسو،
كنطيب اللحم والحمص كنحيدهم، وكان بهذاك الروا كنطيب الخضره. وفي التالي التفايه راكم شفتوها كنديرها في الكوكوط دغيا خفيفه نزربن كيف كتشوفوا بحال هكا. درت البصله، درت الزبيب، درت القرفه، درت شويه ديال الروا في الاول، هادشي في الاول، شويه ديال الماء شويه ديال الروا، خليته كيطيب 15 دقيقه نار قليله. من بعد ملي طفيت عليه عسلته. دابا هذه الوصفه ديال شارلوت درتها بالفرامبواز كيف كتشوفوا. فبديت رطبت ورقه ديال جيلاتين، المهم مقادير غادي تلقاوها في صندوق الوصف. خديت هنا 300 غرام ديال الفرامبواز، ما كانش عندي طريه، خديتها كونجلي، طحنتها مع شويه ديال السكر. من بعد طحنتها مزيان، المهم ما جاتنيش حمراء زعما كيف بغيت. زدت عليها شويه ديال الكولورون، خديت منها واحد الجوز، سخنته، زدت عليه ديك الورقه نتاع الجيلاتين اللي كنت رطبتها وعصرتها طبعا، ذوبتهم مزيان وخليتهم جانبا. بالنسبه للاكريم حطيت 500 مليلتر ديال لاكريم ديال لا شانتيي، زدت معها الماسكاربون، زدت معها معلقه كبيره ديال الفرماج طحتيني، هذاك الفرماج الابيض اللي كنديروه في الدهن نتاع الخبز. هذاك كيعطيها واحد القوام وكيعطيها واحد النكهه شويه مالحه فنه، فريمون جات زوينه، كتهرس الحلاوه. صافي ولا فاني ضربت الكريم عادي، فريمون هاد الدسر كيوجد طريه وكيجي بنين، فريمون كيجي بنين. صافي خديت لي بسكوي لا كيور كيف كتشوفوا، رطبتهم في الماء ولكن دغيا ما خاصهمش يتنفخوا بزاف باش يشدوا الفورمه، حيت شارلوط كتجي واقفه ماشي بحال مثلا التيراميسو اللي سي با زعما اللي ماشي مشكل الا انبيبه بزاف البسكوي كوير. وقفتو المهم الطريقه كتشوفوا فيها. درت الطبقه الاولى ديال البسكوي، درت فوقها الطبقه ديال الكريمه، شويه ديال الفرامبواز، شويه ديال هذاك الكولي، وزدت الطبقه ديال البسكوي، عاوتاني درت كريمه فramboise كولي، غطيت بالكريمه. وصلت للعلو ديال السيركل فطلعته واحد شويه باش الكولي ما يهبطليش. صافي ودرت الكولي، سطحت بسط السطح ديال الكريمه الفوق وكبيت عليه هذاك الكولي ودخلته للثلاجه. صافي كيشد في راسو، ما تعطلش في الثلاجه ميم با ساعه كنا كليناه. صافي وكان هذا هو العشاء ديالنا، بسيط دغيا شنطن. المهم هو درنا الفال ودرنا لونفيونس للوليدات. نتوما عارفين الغربه ماشي بحال كتخرج للشارع كتلقى الناس محتفلين وداكشي كامل، نو حنا هنا كنفرحوا غير في ديورنا مع وليداتنا ولا مع هكا الصحاب ولا العائله القريبه، وفقط هادشي اللي كاين. كنتمنى هاد الفيديو يكون عجبكم، كنت خفيفه على قلوبكم بالعوده ديالي. ما تنساوش تخليو لي كومونتير ديالكم باش تخليو لي الاقتراحات ديالكم، شنو بغيتو تشوفوا في القناه، واش بغيتو تشوفوا محتوى مختلف ولا نكتفيو بالمحتوى اللي كان قبل. تهلاو لي فراسكم وديما مغرب.